السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شاركني لاباس عليكم؟ متهنيين وبصحتكم كما راكم تشوفوا فيديو نهار اليوم العيد راه قرب أكيد. راكم كامل مع حلويات العيد، حتى أنه يعني عيد المبارك تاع اللحم ماهوش تاع كاطو، ولكن ماذا بينا نديرو حبيبات ليه. المهم يا بنات كما راكم تشوفوا درت بوشور الليمون والبرتقال، درت مغرف تاع سكر اكلاصي، عندي نصف العلبة تاع 250 غرام مارغرين طرية، انا نستعمل فلوريال حتى وانهم يبدلوا المذاق تاعها، يعني ما عادش تصلح صراحة. فهنا واش ضفت، جبت حبة تاع البيض كنت مخرجتها قبل من الفريجيدير، راح ندير صفار البيضة برك ونحتفظ بالبيض لانه راح نحتاجه. دوك نوريلكمش راح نديرو بيه، راح ندير لافاني كما راكم تشوفوا. قبل ما نكمل اكيد اللي مش مشتركه ماذا بك تدخل تشترك، اما المشتركين ماذا بكم تفعلوا لنا الجرس باش يوصل الفيديو او يقترح من طرف منصة اليوتيوب. فدرت حتى 3 مقارف 4 مقارف تاع الماء الزهر وخلطت كامل مع بعضهم. هنا نزيد نأكد لكم باللي انه درت 4 مقارف تاع الماء تاع الماء الزهر. عندي هنايا مقرف صغيرة تاع خمرة الكيميائية كما راكم تشوفوا. راح نخلط كامل مع بعضهم. انا كنت فرينة كنت مقربلتها اكيد مع بعض، ونحاول اني نجمع العجين كما راكم تشوفوا. هنا ما خليتوش يرتاح، يعني قيس ما يعني قيس ما كملت، يعني نقيت الكوزينة برك، فهمتوا؟ مش نقيت الكوزينة وانما سقمت الامور اللي كنت نخدم فيها. المهم يا بنات هذاك بياض البيض كما راكم تشوفوا درت له اللباني كما راكم تشوفوا وخلطت، درت كويرات يعني وزن 25 غرام، يعني هذه الكبر والصغر هذايا كما انتم واش تحبوا. تقدروا حتى ديروا 30 غرام، هي احسن شيء انكم ديروا كما درت انايا 25 غرام. فانا هنا البنات صراحه ما وزنتش. هنا صراحه ما وزنتش، ما كانش عندي الميزان، انا ناقه كما اشريت الميزان صح عيني ميزاني، فهمتوا يا البنات؟ هنا راح نفتح الكرة، يعني لا تقدروا تحشوها بالكوكب، تديروا الحشو كما تديروا الحشو تاع البقلاوه تقدروا ديروه، فهمتوا يا البنات؟ وانما تقولوا لي وعلاش راكي تفتحي فيها بما انه ما عندكش الحشو وماكش راح تحشي، علاش راكي تفتحي فيها؟ انا بهذه الطريقه راح تخلوا الجاتو تاعكم هذا يعني مورق. هذه الطريقة تخلي الجاتو تاعك مورق، صدقوني يا البنات هذا الجاتو بنتو بناء. فكما راكم تشوفوا يا البنات جبت هذاك البيض وخدمت هيك بالبانسو. تحبوا انكم حتى انكم تدخلوا الحبة في البيض عادي، ودرت هذايا الكاوكاو إفيلي، فهمتوا يا البنات؟ هذا احسن شيء. تقولي لي ندير الكاوكاو العادي ما نقدرش نعطيكم الشكل اللي حاباتيه، هي لازم ديري الكاوكاو هذا إفيلي. عندك اللوز إفيلي ايه صح، اما باش تقولي لي ندير الكاوكاو العادي ما يعطيكش الشكل اللي راك حابتيه، يعني ما تعطيك الشكل هذا اللي رانا دايرينه مع بعضنا، فهمتوا يا البنات؟ كما راكم تشوفوا كملت كامل العجين تاعي كما راكم تشوفوا. شفتوا يا البنات؟ تحبي انك ما تخدميش بالبنسو ما تخدميش بالبنسو، يعني تدخلي الحبه تاعك في البيض وتطلعي عادي. شفتوا يا البنات شكله روعه. يعني هذا الجاتو راح يدير لك كميه لاباس بها، بما انه كما قلت لكم في بدايه الفيديو انه هذا العيد عيد المبارك، عيد اللحم، عيد الشواء، عيد ماهوش عيد تاع قاطو، ولكن لازم نديرو حبيبات باش نفطرو بهم الصباح اكيد، او كش من يجيك الصباح لازم تخدمي حبة مسكوت، لازم تخدمي حاجة، خاصة انه الاعياد التقليدية الجزائرية لازم نديرو مقروط، لازم نديرو بقلاوة، لازم نديرو المسمن بقرير، فهمتوا؟ لازم نديرو حاجة من الحوايج التقليديه. والله صدقوني البنات مزيانش من الحوايج التقليديه. المهم طيبي لي هذاك الكاطو كيما ما طيبي الكاطو تاعك، طيبيه من الاسفل، من بعد طيبيه من 180 درجه، ومن بعد طيبيه من الاعلى، تشوفي شويه بدا يحمر وروحي عسليه عادي. بالنسبه للعسل فهنا اسمحوا لي البنات، بالنسبه للعسل عندي ملاحظه، العسل هذايا ضفت له شويه تاع الكراميل تاع الفلان،
شفتوا هذيك الساشي تاع رابحة هذيك تلقاو هذيك الكراميل، ضفت لها شوي العسل باش تعطي بنة وباش يعطي صراحة باش تعطي بنت الكراميل بنت العسل. المهم هاد الفكرة زينة وعجبتني، والبناء بنت وبنة يا البنات هذا القاطو ماذا بيه انكم تجربوه. تكتبوا لي في التعليقات، او ما كنتش راح تكتبوا لي في التعليقات، او اذا ما كنتوش راح تكتبوا لي في التعليقات اكيد نطلب منكم الدعم ثم الدعم. هذه راها قناة جديدة، ماذا بيا انكم تدعموها لي وتكبروها لي، ربي يكبر بكم. اكتبوا لي تعليق مليح، ديروا لي جيم، هذا باش يقترح من طرف منصة اليوتيوب، يقترحوا الفيديو تاعي. روحوا الوصفة الثانية، أنا عندي دجاج، عندي طريفة صغار مش كبار، ضفت له توابل، نص حبة طماطيش، نص حبة بصلة، الرن، بصلة، ثوم، فلفل، كمون، عرق اصفر، هذا اجباري عرق الاصفر، وخليته يطيب. بعد ما طاب لي هذاك الدجاج، شوفوا انا هنا واش راني درت، بديت نفتت فيه، فتته كامل كامل كامل، نحيت له العظم، جبت طاجين واحد اخر، درت له طماطيش تاع الحب وضفت له الثوم وخليتهم يتقلاو، وبعدين نقول لكم واش درت. المهم بعد ما بدات تتقلى لي هذاك لاصوص، ضفت حبة كاملة تاع يعني حبة تاع طماطيش سكرفشتها، ومن بعد بديت نضيف التوابل. بالنسبة للماء رحت جبت الماء اللي طيبت فيه الدجاج، فهمت، ما ضفتش ماء واحد آخر، ضفت قطرات من الماء، يعني واحد 4 مقارف أو هاك تاع الماء اللي طبخت فيه هذاك الدجاج. كما راكم تشوفوا عفوا هنا فتت كامل كامل هذاك الدجاج تاعي، درتو قطع صغار بعد ما طاب، وضفت له هذيك لاصوص اللي طيبناها دركا مع بعضنا. فهمتوا يا البنات، كما راكم تشوفوا خلطوا لي كامل هذيك لاصوص مع هذيك الدجاج، فلانه هذاك لاصوص كديري لها او هذاك الدجاج كيديروا له هذيك لاصوص راح تعطي له بنه 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 بنه، قد ما نوصف لكم قد ما نهضر لكم صدقوني يا البنات روعه. ضفت 2 حبات تاع البيض، وكما راكم تشوفوا مشيتهم كامل على هذاك الطاجين تاعي او هذاك مش عارف شو اسمه. المهم جبت 3 حبات تاع الفرماج مكعبات او مثلثات عفوا. هنا الفرماج اختياري، ديري هذاك المبشور، ديري هذا، ديري. المهم كما راكم تشوفوا ضفت هذوك 3 حبيبات تاع الفرماج وخليتهم شويه يذوبوا. اجباري انك لازم تقطعهم باش يذوب لك هذاك الفرماج مليح. هذا فيديو نهار اليوم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.